تعالى اقول لك على حاجه، لو انت مش هتعمل الحصر بتاعك في شيت اكسل وعايز تحصر الاعمده في خبطه واحده بس، انا هقول لك. تعالى اقول لك تحصر الاعمده ازاي. يعني هما خطوتين بالظبط، يعني خطوتين بالظبط. اعمل لاير ايزوليت للاعمده، تمام؟ او كنا ممكن نعمل العكس، نعمل لاير ايزوليت للتكست، لان احنا ما عدناش عايزينها في حاجه. واقول لك ازاي تحصر لو انت مش هتعمل في شيت اكسل وعايز تحصرها وخلاص. يعني انت مطلوب منك انك تقول له الاعمده ده اهي، عايزها كذا 99.32 متر مكعب خرسانه وخلاص، مش عايز منك اكتر من كده. في الحاله دي تحصر الاعمده بسرعه ازاي؟ اولا الاعمده بتبقى جايه لك حاجه اسمها بولو لاين، احنا هنحولها لحاجه اسمها ريجون. تيجي ار اي جي اللي هو ده، اول امر ده ريجون، تيجي تضغط على تسلكت على الاعمده بتاعتك كلها وتقول له انتر كده، هو حولها لريجون، ما عادتش بولو لاين. يعني لما تيجي تختارها دلوقتي كان بيبقى في يظهر هنا جريب كده في النص اللي هي بتاعت الميد بوينت، ما عادش بتظهر. هم كده بقوا عباره عن ايه؟ ريجون. تيجي بعد كده ماس بروب، ده بنستخدمه في الحصر. تيجي تختار الاعمده بتاعتك كلها انتر، هتبص تحت هنا يقول لك التوتال اريا بتساوي كذا اهو. الاريا هنا طبعا هو شغال هنا ملي، فالاريا هنا بتساوي كذا. ناخد الاريا دي اللي هي 8 مليون 10000، تمام؟ ده كده المساحه. ناخدها في شيت اكسل بس هناك كده، اقول له انا معايا رقم هنا بيساوي 8 مليون 10000، تمام؟ نقسم الكلام ده على كام؟ هو شغال هناك بالملي وانا شغال هنا بالمتر، يبقى نقسم على مليون، تمام؟ طلع ده الايه؟ المساحه بتاعته. هقول له بيساوي المساحه دي مضروبه في ارتفاع الدور اللي هو 2.85، هيدينا كام؟ 22.82. يعني المفروض دي هنقول له هنا بيساوي، احنا قلنا الرقم ده في 2.85، قول له بقى بيساوي الرقم ده في كام؟ في 3.85، يبقى 30. هناخد الرقم ده اللي هو ال 22 ده نضربه في 3 لان كان عندنا 3 طوابق، وبعد كده نقول له بيساوي الرقم ده زائد الرقم ده، هيدينا كام يا جماعه؟ 99.32، اللي هو نفس الرقم ده بالظبط. احنا عملنا ايه؟ جبنا المساحه من هنا، مساحه الاعمده دي كلها هضربها في الارتفاع. طبعا مساحه الاعمده في الدور الارضي زي الاول كلهم زي بعض، فهضرب في الارتفاع بتاع الدور الارضي هيديني رقم اهو. لما ضربت هنا في الارتفاع بتاع الدور الارضي هنا تحت، هنا اداني 30.83 اهو. ضربت الرقم ده، كل اللي عملته قلت بيساوي الرقم ده اهو مضروب في 3.85 اللي هو ارتفاع الدور، وتحت هنا عباره عن ان انا ضربت الرقم ده برضو اللي هي المساحه في ارتفاع الدور المتكرر، وضربته في 3 لان انا عندي 3 طوابق منه. بعد كده جمعتهم الاثنين على بعض اداني نفس الرقم. ده لو انت عايز ايه؟ تعمل حصر سريع. انت كده كل اللي عملته خطوتين، امر ريجون وامر ماس بروبرتيز. جبت المساحه ضربتها في الارتفاع، شكرا. وكان ممكن تجيبها، يعني تجيب الارتفاع بتاع المنشأ كله وتخصم منه سمك البلاطه وتضربها مره واحده. ازاي يا باشمهندس؟ تعالى اقول لك ازاي. مش انت عندك هنا رسمه بالشكل ده كده، قول له ديستانت وقيس الارتفاع كله على بعضه كام من هنا لحد هنا 13 متر. اخصم منه، انت عندك كام بلاطه؟ 4 بلاطات، البلاطه ب 15 سم، يعني هتخصم من ال 13 متر 60 سم. يعني كان ممكن من الاول نروح على شيت الاكسل ونضرب الرقم ده اللي هو، خلينا نعمل كنترول زد اللي هو 8 ده، نقول له هنا بيساوي الرقم ده مضروب فيه 13 متر، لما نشيل منهم 60 سم يبقى انا 12 متر 40، هيديك نفس الرقم برضه، تمام كده؟ فكلها طرق بتؤدي لنفس الايه؟ لنفس النتيجه. ده كده بالنسبه لحصر الخرسانات بتاع الاعمده. لو عندك بقى مليون عمود هتقدر تحصره بنفس الطريقه كده، وانت ما بتعدش حاجه ولا انت بتتعب نفسك، انت كل حاجه اوتوماتيك. لما جيت تعرف ان عدد النماذج عملت فلتر ادالك عدد النماذج. ما مش يعني لو معاك مشروع في مليون عمود الموضوع مش هيكلفك حاجه، لانه انت كله اوتوماتيك.